إذا ارتباك كبير بعد حادثة معبر الكرامة، خصوصا بعد بيان قبيلة الحويطات. فاكرين الحويطات؟ فاكرين عبد الرحيم الحويتي تقبله الله من الشهداء، واللي القوات بتاعت ابن سلمان يعني غربلته، أطلقوا عليه أكثر من 150 دانة. لو تتذكروا ذلك اليوم رفض أنه يغادر أرضه عشان نيوم. قبيلة الحويطات، عبد الرحيم الحويتي صاحب المشهد والكلمات الشهيرة، ربنا يجعلها في ميزان حسناته ويتقبله في الفردوس الأعلى. بيان قبيلة الحويطات اللي بينتمي إليها صاحب عملية معبر الكرامة، مشاهد اللي حصلت في الأردن بعد اللي حصل في معبر الكرامة، كل ده سبب ارتباك كبير. وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد بتفكيك وحل حكومة عباس أبو مازن، وانهيار كبير يحدث لوزير الخارجية المصري حرام السجاد، واللي بيقول مصر دفعت أموال طائلة لمنع وصول السلاح لغزة. ترامب أيضا بيقول إن إسرائيل قد تختفي بعد عامين. خلونا نبدأ من التطورات في الأردن. بالأمس تم إعلان إن معبر الكرامة سيفتح اليوم، إن المعبر أغلق بعد الحادثة وأنه سيفتح اليوم. الأردن يعلن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة السفر يوم الاثنين. هذا المعبر كان المفروض يفتح اليوم. النهارده تم إعلان أن المعبر لن يفتح وسيغلق لأجل غير مسمى، وهذا التعبير تحديدا استخدمناه بالأمس في الفيديو اللي بثناه لحضراتكم لما ما عرفناش نطلع في حلقة على الهواء مباشرة، أن الإغلاق سيكون إلى إشعار آخر وقت ما يجي الإشعار. السبب الرئيس في الارتباك الذي يحدث لدى جيش الاحتلال أنه أكد المخاوف التي لديهم واللي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، سواء من خوف على الملك أو خوف من تفاعل شعب الأردن مع المشهد الفلسطيني. اللي حصل بالأمس أكد تلك المخاوف. بيان من قبيلة الحويطات، قبيلة اللي بينتمي إليها المواطن الأردني اللي ماهر، اللي قتل 3 ضباط أمن إسرائيليين في معبر الأردن. حقيقة في تلك العملية ليكون أول من يرتقي شهيدا من الأردن بعد طوفان الأقصى. بالأمس نتنياهو كان اتهم أن العملية دي وراها إيران. יום קשה. מחבל נתעב רצח בדם קר 3 מאזרחינו בגשר אלנבי. אני שולח בשם הממשלה ובשמי תנחומים למשפחות הנרצחים. אנחנו מוקפים באידיאולוגיה רצחנית שמובלת על ידי ציר הרשע של איראן. בימים האחרונים מחבלים נתעבים רצחו 6 מחטופינו בדם קר ו3 משוטרי משטרת ישראל. حقيقة من أكبر آلات الكذب الأوتوماتيكية في العالم نتنياهو، من أكبر آلات الكذب. يعني شوف أنت التصريح اللي ذاته لحضرتك 30 ثانية فيه 36 أكذوبة. مش ممكن بقى. احنا محاطين بأيديولوجية العرب والسنة دول طيبين وتم إخصائهم. احنا محاطين بأيديولوجية إيرانية هي اللي بتتسبب كده، والإرهابيين قتلوا 6 أسرى واحنا منظومة قتل. بقول لك كمية أكاذيب غير طبيعية. الأردن تبرأت من الحادثة. وزارة الخارجية الأردنية طلعت بيان تبرأت فيه من ماهر، وإنها ستحقق في الموضوع وإنها بترفض اللي حصل. طبعا بيان متوقع جدا، بل أقل من المتوقع. يعني الأردن لازم تطلع بيان زي ده. وقال الناطق أن التحقيقات الأردنية أكدت أن الحادث الذي قتل فيه مطلق النار أيضا عمل فردي. وشددت الوزارة على موقف الأردن الثابت والمشرف في رفض وإدانة العنف واستهداف المدنيين لأي سبب كان، والداعي إلى معالجة تلك الأسباب والخطوات التصعيدية التي تولده. أي حزب أو تيار في الأردن أو خارجه أفنى زهرة شبابه في القوات المسلحة، لافتة أن العملية كانت رد فعل طبيعي على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة على حد وصفها. ده
أبرز ما جاء في بيان قبيلة الحويطات: وتابعت العشيرة أن ما قام به ابننا هو ردة فعل طبيعية لإنسان غيور على دينه ووطنه وعروبته تجاه الجرائم المتواصلة التي يقوم بها المحتل الغاصب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يجري في غزة من قتل وتشريد وإبادة. ودم ابننا الشهيد ليس أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني، ولن يكون شهيدنا هو آخر الشهداء. وليعلم الجميع بأن قبيلة الحويطات وعلى مر التاريخ كانت ولا تزال سدا منيعا وحاضرة بصف الوطن وقيادته مدافعة عنه مناصرة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية شأنها شأن كافة قبائل وعشائر الأردن. أن ما حدث على معبر الكرامة هو نتيجة الأعمال الشيطانية والمجازر التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي تجاه أبناء فلسطين كافة وغزة تحديدا، والتي لا يقبلها إنسان ولا يتصورها عقل، وأن المسؤولية الكاملة لما حدث تقع على عاتق نتنياهو، وهو المسؤول الأول والأخير عما يجري. ده كان بيان قبيلة الحويطات تعليقا على ما حدث في معبر الكرامة، ما حدث بالأمس. اللي ما شافش الفيديو يعني اللي حدث على معبر الكرامة. إسرائيل بقى لها مدة بتبدي قلقها الشديد على ملك الأردن، وتبدي قلقها من تصاعد الأوضاع في جبهة الأردن، وعايزين يبنوا سور زي ما العسكر جيش مصر العظيم بناه بمحاذاة غزة. اللي حصل من رد فعل الشعب الأردني من أول توزيع الحلوى للمظاهرات للجنازات الرمزية في انتظار حضور الجثمان، تلك المشاهد زادت من القلق سواء في الديوان الملكي الأردني أو في الأراضي المحتلة. الكرامة لا يقبل إلا الكرامة. وهي الحلوى اتعملت ليه؟ مظاهرات وألعاب نارية ومطالبات بإلغاء اتفاقية وادي عربة وتحميل إسرائيل مسؤولية ما حدث بسبب غزة. هذا أو هذه بعض العناوين لما يحدث في الأردن. طبيعي يكون في غضب وقلق في الكيان. عميد هيلفي عضو لجنة الأمن القومي والخارجية في الكنيست عبر القناة 14 بيقول إن فشلهم في غزة هو سبب أن الأوضاع تدهورت
بهذا الشكل في الأردن والضفة. את השבוע הזה עם הבשורות הקשות בעקבות הפיגוע הזה במעבר אלנבי. חבר הכנסת הלוי, נתחיל מהסוף. מה צריכה להיות התגובה של ישראל לפיגוע הקשה הזה? צריך את התגובה לבחון ביחס לשורש של הפיגוע הזה, ואני חושב שהוא מתחיל מזייתון ומג'באליה. כלומר, יש פה סיטואציה מעבר לדברים החכמים שנאמרו כאן על ידי חברי הפאנל. כן. כולם יושבים ביציע ומסתכלים מה ישראל עושה כבר 11 חודשים. ולצערי הרב ישראל לא מכריעה את החמאס, וזה מקור התסיסה ביהודה ושומרון, וגם בירדן, שכפי שהזכיר כאן יוסף, התשתית החברתית, לא רק אשתו של המלך, התשתית החברתית האידיאולוגית שמה היא תשתית מאוד מאוד אנטי-ישראלית. عضو الكنيسة الأردن ملزمة بالاتفاقية معانا، ونحن نشن حرب في الضفة وغور الأردن بسبب ذلك الوضع المقلق. כולם מסתכלים, כולם פשוט יושבים ביציאה ומסתכלים מה יקרה בזיתון, מה קורה בג'באליה, מה קורה ברפיח. אבל בהנחה חבר הכנסת הלוי שאנחנו בכל זאת מדברים על חזית שהיא רגישה מאוד, שוב, בגלל העובדה שאנחנו מדברים כאן על מדינה שיש לנו עם ההסכם שלום, אז אולי אתה יודע, קודם כל מרכיבים בתוך ההסכם הזה, מחייבים את ירדן בראש ובראשונה למנוע את הזליגה של הטרור לשטחנו, ואנחנו רואים את ההתרחבות של העניין הזה בחודשים האחרונים, שהתוצאה של הדברים האלה בין היתר זה אותו מבצע שמנהל צה"ל ממש בימים האלה בצפון השומרון ובבקעה. المشهد الأخطر إن في تهريب أسلحة بيحدث من الأردن، ولازم يبقى في تحقيق مشترك مع الأشقاء في الأردن لما يحدث الآن. عضو الكنيسة الإسرائيلي. זה ברור, ולכן זה ברור לגמרי שישראל חייבת, אני מקווה שזה קרה, אני עוד לא יכול לומר לך, אבל ישראל חייבת לדרוש מירדן, קודם כל חקירה משותפת, כמו שגם קרה בעבר בכל מיני מקרים, חקירה משותפת של האירוע הזה, איך הגענו לדבר הזה שבה מחבל מתועב כזה ומגיע עם כלי נשק עד למסוף, עד לאנשים שלנו, ודבר שני, איך משנים את הדבר הזה, וכמו שאתה אומר, זה לא אירוע אחד, יש פה תופעה מאוד מאוד מקיפה של הברחות, לא רק בצפון, באזור הצפוני של ירדן, גם באזור הדרומי, כל זה מחייב התייחסות אחרת של הממלכה ההאשמית, וזה ברור שישראל צריכה לבוא בדרישות. مكانتنا في الشرق الأوسط اهتزت، واللي احنا فيه ده يطلق عليه النعار. חשוב לי לומר שזה אירוע שהוא חלק ממצבנו במזרח התיכון שחייב להשתנות מן היסוד. ישראל חייבת להפוך את המבצע ברצועת עזה מפשיטה לשליטה, מאוסף של פשיטות שלא מכריעות את החמאס, גם לא יכולות להכריע אותו כשהוא שולט בסיוע ושולט בתרופות ושולט בדלק, כלומר שולט באוכלוסייה ובשטח. הדבר הזה חייב להשתנות, וכשאני רואה את ראש הממשלה נאבק מול מערכת צבאית, לצערי אני אומר את זה ולבושתנו, על מה? על ציר פילדלפי. ציר פילדלפי זה המינימום של המינימום. ישראל חייבת להפוך את המצב ברצועת עזה. طبيعي جدا جيش الاحتلال بيضغط على كل أذنابه في الوطن العربي، ده طبيعي. بيضغط على مصر، بيضغط على الأردن، بيضغط على السلطة الفلسطينية. جريدة تايمز اوف إسرائيل بتهدد السلطة الفلسطينية بالتفكيك أو الحل لو دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل. ده جه في جريدة تايمز اوف إسرائيل. كاتس يهدد بتفكيك وحل السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل. اتفاقيات وكسة وعار وشوية موظفين كلهم بيشتغلوا بإمرة جيش الاحتلال. كنا لما بنقول الجمل دي الناس بتشعر إن هي من قبيل المبالغة. كلهم بيتحركوا بزراير من الموساد الإسرائيلي بيهددوا بالحل. ليه؟ هو بلدية عندك وزير الخارجية الإسرائيلي بيضغط على السلطة الفلسطينية عشان ما تدعمش أي قرار أممي ضد إسرائيل. في قرار المفروض هيناقش بإنهاء موضوع الاستيطان ومنع مبيعات الأسلحة لإسرائيل. فبيهدد عباس أبو مازن اللي بيستمتع أيام استمتاع بقضاء أيامه وسنواته الأخيرة في خدمة جيش الاحتلال ورائحة البساطير اللي هو بيجلس تحتيها والدعاء لنتنياهو بطولة العمر.
فآخر خدمة الغز علقة. وزير الخارجية الإسرائيلي بيطلب من الكونجرس الأمريكي كمان أنه يضغط على جنوب أفريقيا لتسحب دعواها في محكمة العدل الدولية ضد الكيان. لموا التعابين. إسرائيل تطلب من الكونجرس الضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط قضيتها أمام العدل الدولي. بقول لك الكيان بيضرب في كل الاتجاهات بضرب يعني مشوب بالاضطراب، مش ضرب طبيعي او ضرب عاقل، لا، في جنان. ترامب بيبدي قلقه على مستقبل الكيان ضمن حملته الانتخابيه، بانه لو جت كاميلا هاريس ممكن اسرائيل تختفي بعد عامين، فهاتوني عشان ادعم بقاء الكيان. If I don't win this election, Israel, with Comrade Kamala Harris at the helm of the United States, is doomed. Israel is doomed. That's a tough statement. Israel will be gone. 1 year, 2 years, Israel will no longer exist. I better win. I better win, or you're going to have problems like we've never had. We may have no country left. It may be our last election. طبعا تصريحات لمهادنة أو مداهنة اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، لكنها تصريحات متوقعة. ترامب بيأكد أن إسرائيل وجودها مرتبط بأمريكا، وطبعا الدول العربية اللي بتدعم تصرفات أمريكا في دعم إسرائيل، وده شيء منظومة مهمة جدا. ترامب بيقول ان هو قادر ان هو يعملها، وهو قادر. النهارده وزير الخارجية الجديد اللي جابه السيسي يعني بقلة خبرة زيه، مش زي اندوفتكست كان بيعمل مصايب برضه في الاول لحد ما اكتسب بعض الخبرة على قفا الشعب المصري. ما هم بيجيبهم ضايعين السيسي، يعني انت فاهم، نيجس ما بيجيبش الا انجاس وضايعين، كل مدى ما بيجيب اقصر فاقصر في المكانه يعني. المهم، رئيس بيتكلم عن السبب الثاني. قلت لحضرتك ان زياره رئيس الاركان المصري لطمأنة امريكا وجيش الاحتلال ان مصر بتقوم بدورها التاريخي والذي سيذكره التاريخ بحروف من أطران في حماية أمن إسرائيل. ده كان غرض رئيس لزيارة رئيس الأركان. لتابع الفيديوهات اللي سجلتها لحضراتكم عن تلك الزيارة. تحدثت في فيديوهين عن تلك الزيارة. رئيس الأركان بيزور لأول مرة معبر رفح وبيتصور هناك، وجابوه بياكل زي ما حضرتك شايف مع الجنود على الحدود. ده غير فيلم عبود على الحدود، ده فيلم رئيس الأركان على الحدود. وبيحتفلوا باللقطة دي، انه بياكل على الحدود مع الجنود، وقال ايه، احنا بنغيظ الجيش الإسرائيلي. وانا كعاطف شفته بيغيظ شعب غزة اللي مش لاقيين ياكلوا وما ندخلهمش شربة مية. دول اللي احنا بنغيظهم بجد، وانتوا زي الأوساخ قاعدين بتحموا أمن الكيان وتاكلوا ما لذ وطاب. سيبك من كل ده. النهارده وزير الخارجيه المصري كان مع عامل مؤتمر صحفي مع وزير الخارجيه الدنماركي. مؤتمر غرضه التسول والشحاته والمتاجره بحمايه امن اسرائيل والمتاجره بالشعب المصري اللي احنا حابسينه لا يطلع ياكلكم في اوروبا لو ما اديتوناش فلوس. ده عنوان رئيس وحقيقي ومش تحليلي، يعني ده عناوين تلك العصابة النكسة التي لا تتورع عن الشحاتة صباحا ومساء في ظل إفلاس البلاد. فكان في مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية الدنماركي ووزير الخارجية المصري تحت حسنة لله. فتسأل الوزير عن كلام نتنياهو، اتهاماته اللي قلت لحضراتكم أيضا في الفيديوهات اللي ما تابعوهاش، إنه نتنياهو مجبر، ما عندوش أعز من السيسي، لكن نتنياهو طول الوقت بيوجد أسباب لاستمرار الحرب، وكل ما يتحقق سبب والناس تقول له طب خلص الحرب
يقول لك لا اصل في سبب تاني. من اول لازم ادخل غزه، من اول لازم اوصل لرفح، من اول لما اخد المعبر اسيطر على محور فيلادلفيا. فهي استهلاك للوقت للهروب للامام. فما فضلوش غير ان انا لازم ابقى في محور فيلادلفيا. ليه؟ عشان في حاجات بتخش من مصر. الكلام لزق في قفا السيسي. لو راجعتوا تكرمها الفيديوهات هتلاقي قام صحي وزراء الخارجيه في السعوديه والامارات والبحرين والكويت والاردن، كلهم يطلعوا بيانات ان مصر جميله ولا يمكن تقوم بهذا الدور القذر وتحمي امن اسرائيل بكل ما اوتيت من قوه. وزير الخارجيه اتسال في المؤتمر عن كلام نتنياهو، قال لهم عيب ما تقولوا كده على مصر، احنا صرفنا دم قلبنا عشان نمنع التهريب لغزه، ازاي تقولوا على مصر العسكر الشريفه العفيفه التقيه المتوضيه كده؟ أن مصر استثمرت الكثير بمبالغ مالية ضخمة على مدار العشر سنوات الماضية لإقامة سياج أمني على حدودنا، بالتأكيد لضمان التدمير الكامل لكل الأنفاق التي كانت موجودة من الجانب الآخر من الحدود منذ الاحتلال الإسرائيلي. يعني هذا المؤتمر الصحفي مجموعة مشاهد من العار والوساخة. والله ده أنظف تعبير، يعني احتراما ان احنا مع حضراتكم في البيوت يشهد ربنا عشان اقول لك على هذا المؤتمر الصحفي وهباب البرك. استثمرنا. العنوان نفس اداء ولاد العم، ينعي ولده ويصلح ساعات، يحقق هدفين بتلك الجمل. تأكيد على انه الدور التاريخي للجيش المصري في حماية امن اسرائيل، ودفعنا فلوس كتير فهاتولنا حاجة. احنا صرفنا فلوس كتير قوي 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 قوي، استثمرنا في حماية امن اسرائيل. طب ايه عائد الاستثمار ده على مصر؟ 10 سنين بنستثمر. ايه عائد الاستثمار؟ حماية كرسي النجس. مصر استثمرت في كل حاجة لحماية كرسي السيسي. هذا الاستثمار كان وبالا على الشعب المصري. مصر استثمرت في سد النهضة، والبنوك المصرية استثمرت في سد النهضة اللي بيعملوا ان احنا عايزين نمنعه وادوا لأثيوبيا كل الحق. انت عارف ابي احمد طالع يقول ايه؟ ولا احنا مش عايزين نخش عركة مع اي حد او في العالم، لكن احنا هنذل اللي يحاول يقرب مننا، هنذله. استثمرنا في سد النهضة، استثمرنا لما فرطنا في عرضنا وتيران وصنافير واديناها للسعودية، استثمرنا لما تنازلنا عن حقوق الغاز لإسرائيل ورجعنا نشتريها منها بثمن غالي جدا. استثمرنا كتير جدا، واستثمرنا عشان نهجر أهل العريش ونعمل سور كبير ونغرق الأنفاق بالمياه المالحة. استثمرنا. العائد عاد فقط على توسع امبراطورية الحكم العسكري وبقاء النجس وعيلته النكسة على عرش مصر. ده العائد من ذلك الاستثمار. بقول لك وزير الخارجية انهار ضايع طبعا. احنا عملنا اللي ما عملتوش اسرائيل في غزة. بيتفاخر حثالة الارض. احنا عملنا اللي ما عملتوش اسرائيل في غزة. في انفاق كانت موجودة ايام الاحتلال الاسرائيلي لغزة هديناها عشان اجل اسرائيل. يجب ان تعترفوا ان مصر العسكر، مصر السيسي، نجحت فيما لم تستطع اسرائيل ان تنجح فيه. وزير الخارجية المصري بيقولها بكل فخر، ابن الكلب. الأنفاق تعود أصلها
إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة. مصر دمرت لا أقول المئات ولكن عدة آلاف من الأنفاق تماما، وكما تعلم قمنا بنقل منازل وبعض القرى إلى مناطق أخرى لأنها كانت تستخدم كفتحات لهذه الأنفاق. آلاف الأنفاق، آلاف الأنفاق، يخرب بيتك. آلاف الأنفاق، استثمرنا كتير. حسنة بقى، حسنة بقى. عشان كده السيسي صح الملوك والأمراء ووزارة الخارجية في السعودية والأردن والبحرين والكويت وقطر والإمارات عشان يطلعوا بيانات تدعم مصر ضد هذا الاتهام الشنيع. السيسي شايف وهو على حق إنه قادر يحمي أمن إسرائيل أكتر من إسرائيل نفسها. السيسي شايف وهو على حق إنه البطل المنقذ لإسرائيل وأمنها. تيجي في الآخر تتهموني بتلك التهمة المعيبة. 10 سنين بعمل كده، ازاي تتهمونا بالتهمة الشنيعة؟ احنا دفعنا من دم الشعب المصري عشان نستثمر في امن اسرائيل. عملنا اللي ما قدرتش تعمله اسرائيل، في الاخر تتهمونا الاتهام الشنيع. عشان كده كان لازم يبعت رئيس الاركان للرد على تلك التهمة الشنيعة. مصر بتقوم باكبر دور لحماية امن اسرائيل. وزير الخارجية ابن العبيطة حرامي السجاد، قصص دي بقى رجعوها، مش يعني حضراتكم تكرما، يعني حرامي السجاد اعرف كل حاجة ومصطفى مدبول الحرامي، يعني قصص قلتها كتير جدا. وزير الخارجية بيؤكد عيب لما مصر تتهم ذلك الاتهام بعد كل الإخلاص اللي قامت بيه بعملها في حماية أمن إسرائيل. ده مؤتمر صحفي على الملأ، مش بيتقال في الغرف المغلقة. ما تم اتخاذه، والدولة المصرية يعني استثمرت الكثير من الموارد المالية لتدمير هذه الأنفاق، لبناء شبكات أمنية قوية على طول الحدود لتأمين حدودنا. دعني أسألك، هناك أسلحة موجودة في الضفة الغربية، كيف وصلت إلى الضفة الغربية؟ هل من أنفاق أيضا من مصر؟ هذا كلام غير منطقي وغير واقعي. نحن نعلم وهم يعلمون مصادر تهريب هذه الأسلحة من الطرف الآخر، وأنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل، ولكن لدينا معلومات مؤكدة عن مصادر هذا التهريب لا نريد التحدث عنها. احنا أشرف من الشرف. عشان كده لما طلع الملثم بالأمس قال إنه ماهر بسلاحه اللي قد كده بكل تلك الجيوش النكسة، كان صادقا، كان صادقا. كانت كلمة معبرة زي لا سمح الله كده. زي نتنياهو تتهمنا بالاتهام الشنيع ده. مصر عارفة مين اللي بيودي السلاح هناك، أكيد الإخوان الإسرائيليين. مصر عملت اللي عليها وقالت لإسرائيل مين اللي بيهرب السلاح، وإسرائيل المتقاعسة زي ما حضرناها من طوفان 7 أكتوبر. إسرائيل تقاعست. بعتنا عباس كامل بنفسه بعد تحذير مرتين عشان نحذر إسرائيل، لكن إسرائيل تقاعست عن حماية أمنها. وزير الخارجية المصري بيطالب العالم بأنه يتوقف عن توجيه تلك التهم الشنعاء لمصر. محدش يزايد على دور مصر في حفظ أمن إسرائيل. إياكم احذروا، احذروا، ده خط أحمر بجد، مش زي الخطوط المكشكشة أم وردة وفيونكة اللي اتاكلت في نصاص الليالي. أخرى أكرر الموقف المصري واضح. احنا يعني ابتلينا بالإرهاب على مدار السنوات الماضية، لا أحد يزايد على مصر فيما يتعلق بموضوع محاربة الإرهاب ومنع التهريب. هو موقف واضح، موقف حاسم، والكل يعلم ذلك. إذا كانت هناك أي أكاذيب يرددها أي طرف
فهي لا علاقة لها بالواقع، وعلينا كإعلاميين وصحفيين متميزين ألا نردد هذه الأكاذيب وأن ننظر إلى الواقع وإلى الحقيقة فقط. وزير الخارجية الهمام كان متضايق جدا. الأكاذيب دي ما ينفعش تتقال على مصر بعد اللي عملته وقدمته واستثمرته. ما ينفعش تقولوا على مصر كده. الراجل كان عينيها تدمع من الإخلاص. أنا بعتقد إنه أكثر إخلاصا من سارة نتنياهو. الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات وهذه الأكاذيب التي يتم ترديدها. الكل يعلم وهم يعلمون والمجتمع الدولي يعلم تماما الجهد الكبير الذي قامت به مصر لمحاربة الإرهاب على مدار السنوات العشر الماضية وتدمير كافة الأنفاق التي كانت قائمة والتي ورثناها من عقود سابقة. يعني حقيقة يعني لم يبقى شيء من حمرة الخجل، حولة الكذب. دي غزة الفاضحة. طوفان زي ما أجبر جيش الاحتلال إنه يحرق مراكب كبيرة جدا ليه في العالم وخلايا نائمة ويستخدمها، كانت بتخدم الكيان من تحت لتحت، واضطر انه يحرقها نتيجة ذلك الطوفان. ايضا ذلك الطوفان في 7 أكتوبر اجبر تلك الحكومات العربية على خلع اخر ما تستتر به امام شعوبها عشان يقفوا ملط بتلك الطريقة. الراجل صوته تهدج اكتر من البت بتاعت الحدث اللي طلعت ترند من امبارح، اللي تأثرت بشدة اول ما عرفت العملية الإجرامية اللي تمت على معبر الكرامة. مصر استثمرت. وزير الخارجية صوته كان متهدجا، بقول لك اكتر من البت بتاعت امبارح، اكيد شفتوها كلها، طلع ترند بتاع الحدث. لاول ما اذاعت الخبر قالوا لها في الاير بيس اتشحتفي واعملي نفسك مستاءة. ده الوضع الحقيقي. ودايما كنت بأكد لحضراتكم ان الحقيقة ثمنها غالي جدا، والاعتراف بالحقيقة صعب جدا، لانك لما تعترف ان هذا ان تلك حقيقة بتكون مطالب فورا انك تتعامل مع ذلك الاعتراف. عشان كده ناس بتستسهل الكبر وتفضل رافضة وتعمل، لانه في الاخر هيضطر يعترف انه كان حمار. مش دي المشكلة، انه حمار ومضطر على الفعل وهو اجبن من ان يفعل. مصر دفعت اموال طائلة وهجرت ناس وعملت، ده نفس الكلام اللي كان بيقوله الاعلام الاسرائيلي، ولما كنا بننقله يقول لك يا خاين بلدك، ازاي تاخد من الاعلام الاسرائيلي؟ طب خد من وزير الخارجية المصري. كنا بننقل كلام وقال عن اعلام اسرائيلي بيقول كل حاجه، لان دول ما بقولهمش قيمه، ما بقاش محتاج ان هو يتستر عليهم، رغم ان هم اخلص من يخدمونه. لكن ده طبيعه خدمه الغز، مثل ينطبق حرفيا على هؤلاء الاوباش. كان لما نقول ننقل ده العالم يقول لك ازاي يا خاين بتاخد منه؟ طب يا عم رد عليه. طب بلاها سوسو، خد من ناديه. انتوا بتستشهدوا بالاعلام الاسرائيلي؟ ادي النطع وزير الخارجيه بيقول نفس الكلام. هجرنا الناس وهدينا بيوت واستثمرنا مبالغ طائله عشان نحافظ على امن اسرائيل. ده الهدف الرئيس، او واحد من الهدفين الرئيسيين لذلك المؤتمر.